يا صباح الفل. عارفين اكتر حاجه كانت بتحيرني في شغلي هي ايه؟ الناس كتير كانت تيجي تقول لي ايه، احنا عارفين، انا عارفه، انا عارفه المفروض اعمل ايه، انا مش بعمله من الاول، بس مش عارفه اعمله، اعمل ايه؟ كنت بستغرب قوي الاول. ليه اللي قدامي بيعمل كده؟ ليه اللي قدامي بيكون عارف كل حاجه ومش عارف يعمل ايه او مش عارف يبدا ازاي؟ وحتى لما بيبدا بيستنى شويه. عارف هو المفروض ياكل ايه، يبعد عن ايه، ياخد ايه، يتحرك ازاي، ينام امتى، يصحى امتى، يهتم بصحته امتى، ومع ذلك مش عارف يتغير. كنت بسأل السؤال ده لنفسي كتير قوي، ازاي اللي قدامي ده بيكون عارف الطريق ومش عارف يمشي فيه؟ طيب، لغاية ما حصل في بنوتة كده تقريبا في نص العشرينات او اواخر العشرينات، دخلت شكلها هادي، جميلة، مرتبة، كلامها موزون، من النوع اللي انت اول ما تشوفه تحس ايه، كل حاجة تحت السيطرة. قعدت قدامي وقالت لي ايه، انا تعبت. قلت لها تعبتي من ايه؟ قالت لي تعبت من نفسي. اتشديت شوية كده، جملة غريبة شوية على ودني. ليه؟ تعبتي من نفسك ازاي؟ لان اغلب الناس كانت دايما بتقول تعبت من وزني، من شكلي، من اكلي، نفسي اتغير، لكن هي قالت تعبت من نفسي. بدأنا نتكلم مع بعض كده وحكت لي إنها كل يوم الصبح بتصحى بقرار جديد، كل يوم بالليل بتقول أنا هعمل كذا، هبدأ النهاردة بكذا، ههتم بنفسي بكذا، هنام الساعة كذا، هروح الجيم في الساعة كذا، النهاردة هبتدي أغير حياتي. نص اليوم كده أو بالليل ترجع تقول لنفسها إيه اللي حصل؟ أنا رجعت لنفس النقطة ومش عارفة أكمل. تفضل تسأل نفسها أنا مالي؟ هو ليه بيحصل معايا كده؟ وأنا ناقصني إيه؟ فابتديت اسالها الاكل اخباره ايه؟ قالت لي انا عارفه، انا عارفه كويس جدا المفروض اكل ايه. طب والرياضه؟ انا عارفه. النوم؟ انا عارفه. فسالتها قلت لها طيب ليه ما بنعملش؟ بما انك عارفه كل حاجه وعارفه ان انا المفروض اعمل الجدول بتاعي بتعمليه، ليه؟ سكتت شويه وبعدين قالت لي ايه، مش عارفه. مش عارفه انا زعلانه من ايه. الجمله دي انا وقفت عندها كتير. ليه مش عارفه؟ مش عارفه ايه؟ قالت لي مش عارفه انا زعلانه من ايه. احنا قد ايه بنعيش بمشاعر كتيره قوي احنا مش فاهمينها. قد ايه بنصحى متضايقين ومش عارفين ليه احنا متضايقين، ليه متعصبين، ليه مش فاهمين السبب. قد ايه بنحس بتقل جوانا ومش عارفين مصدره ايه وسببه ايه. جت الجلسه التانيه، اول ما قعدت سالتها سؤال، قلت لها لما الدنيا كلها بتسكت حواليكي تحسي بايه؟ لما بتبقي لوحدك ايه اكتر حاجه بتحاولي تهربي منها؟ بصت لي كده وسكتت، ابتدت عينيها تدمع، قالت لي من الوحده. قلت لها احكي لي اكتر. قالت لي انا طول اليوم معايا ناس بس حاسه اني لوحدي، بنزل بخرج بضحك بلعب بتكلم بس برضه لوحدي. طول الوقت بشتغل وبسحل نفسي في الشغل وبتكلم وبخرج وبرضه بحس ان انا لوحدي، بحس بفراغ كبير قوي قوي. ساعتها بروح للاكل على طول، مش عشان جعانه، بس عشان عايزه احس ان انا مش لوحدي، احساس الوحده ده ما يبقاش موجود معايا. وهنا كانت المفاجاه، كانت حل المشكله. عمرها ما كانت الاكل او الاكل كان بس ليها مجرد مسكن، زي ناس كتير قوي بتغرق نفسها في الشغل، بتغرق نفسها في العلاقات، بتغرق نفسها في الموبايل، وبتغرق نفسها في اي حاجه تمنع نفسها انها تسمع اللي جواها. ساعتها بدات اربط بين كتير قوي من الحالات اللي شفتها. واحده كانت بتاكل عشان متوتره، واحده كانت بتاكل عشان وحيده، واحده كانت بتاكل عشان خايفه، واحد كان بيشتغل اكتر من نص اليوم، يمكن اليوم كله، علشان بس خايف يقعد يتكلم مع نفسه او ينفرد بنفسه. واحد كان بيدخل في علاقات مؤذيه مش عشان هو محتاج ان هو العلاقه دي، عشان هو محتاج يحس ان هو مهم. كلهم على فكره كانوا عارفين ان في مشكله، كانوا فاكرين ان مشكلتهم مختلفه عن بعضهم، لكن للاسف الحقيقه كانت واحده، مشاعر جوانا لما ما بنفهمهاش بنبدا المشاعر دي هي اللي تسوق حياتنا،
هي اللي بتمسك الدركسيون، هي اللي بتختار، هي اللي بتقرر، هي اللي بتحركنا من غير ما ناخد بالنا خالص. من هنا بدأت رحلة طويلة بالنسبة لي، رحلة فهم المشاعر، رحلة فهم الإنسان من جوه، رحلة اكتشاف إن الحياة الصحية مش مجرد أكل، مش مجرد رياضة، مش مجرد رقم على الميزان. الحياة الصحية بتبدأ من جوه، من فهم النفس، من فهم الاحتياجات، من فهم المشاعر، من فهم الحكاية اللي جواك حتى لو بتهرب منها. علشان كده حكاياتنا النهاردة هي بداية رحلة نفهم فيها المشاعر اللي بتحركنا، ونفهم ازاي نعيش حياة صحية ومتوازنة من غير ما نبقى أسرى الخوف أو الوحدة أو الرفض أو إحساس بيشدنا بعيد عن نفسنا. وهو ده اللي هنتكلم عليه من حلقة النهاردة مع ضيفنا كوتش أميمة راشد بعد الفاصل إن شاء الله. وعلشان نعرف كويس قوي إن إحنا السبب وإن إحنا الحل، فرحلتنا لتغيير عاداتنا بتبدأ من جوانا في حكاية جوانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل. إزاي مشاعرنا ممكن هي اللي تسوقنا وتمسك الدركسيون، ولا إحنا اللي ممكن نسوقها ونمسك الدركسيون؟ خلينا النهارده نرحب بضيفتنا كوتش أميمة راشد، ICF Certified Life Coach PCC، وهي هتقول لنا كل حاجة. خليني الأول أسألك السؤال وبعدين عرفي نفسك براحتك خالص وجاوبين على السؤال. السؤال في ناس كتير قوي مستنيينه، هو احنا فعلا مشاعرنا بتسوقنا، هي اللي ماسكة الدركسيون ولا احنا اللي ممكن نمسكها؟ أهلا بيك يا دكتور، أنا سعيدة جدا أن أنا معاكي النهاردة. مشاعرنا من الحاجات اللي مسيطرة بشكل كبير جدا على الدركسيون. نقدر نخليها هي اللي تسوق، ونقدر نخليها نكون متحكمين في إن مين اللي يسوق. ازاي بقى؟ اشرحي لنا بقى. طيب خليني أقولك ببساطة، احنا جوانا كده، وخليني أبسطها لك بأسهل طريقة. جواكي اتنين بتأكليهم، بتسمعيهم، بتغذيهم، بتمرنيهم. الأقوى فيهم هو اللي هيتحكم أكتر. مش دور حد فيهم إنه يسكت وحد فيهم يتكلم. هما الاتنين المفروض يشتغلوا مع بعض، واحد فيهم يحميكي والتاني يمنطق أو يحلل الأمور. ده القلب والعقل. خلينا نقولها القلب والعقل، خلينا نقول الحكيم والعاطفي. تمام. واحد فيهم بيديكي اشارات، بيقولك انت في خطر، انت في تهديد، انت محتاجه تاخدي اكشن، انت محتاجه تتعاملي مع الشعور ده، انا حاسس بكذا، انا فيا كذا، احنا المفروض نوقف، احنا المفروض نمشي، احنا المفروض نتحرك. واحد تاني بيقول طيب اهدى، هنعمل ايه، هنعملها ازاي، هناخد اكشن دلوقتي، هناخد اكشن بعدين، لا مش هناخد اكشن خالص، لا اللي انت حاسس بيه ده صح، اللي انت حاسس بيه ده غلط، اللي انت حاسس بيه ده محتاج ان احنا نتناقش فيه. فبالتالي الاشطر واللي متغذي كويس واللي متمرن كويس هو اللي صوته هيبقى اعلى. طيب لو احنا خدنا من الجمله دي فكره الوعي، هو دي اللي ممكن تساعدنا ان احنا ناخد القرار الصح ونسوق مشاعرنا بطريقه مظبوطه؟ طبعا الوعي من الحاجات الكويسه جدا اللي بتخلينا نعرف نمانج بقى ده. الوعي اللي بيخلينا نعرف اصلا ان احنا جوانا الاثنين دول. نظبط الوعي ده ازاي بقى؟ حاجات كتير جدا. قولي لنا بقى كام طريقه كده حلوين نبدا بيها. طيب خليني اقول لك هو يعني ايه وعي. يعني انا لما اسمي ماشي في رحله الوعي، اولا ان انا اكتشف ايه اللي بيحصل جوايا، اكتشف مشاعري، اعرف اسمائها، اعرف دورها، احترمها، اقف وافصصها، اصاحبها، افهم زي ما انتي بتقولي هو ايه اللي بيتحكم في قراراتي، ايه اللي بيخليني بدل ما اكون غضبان واخد اكشن تجاه غضبي ان انا اكون غضبان وتبقى دي هويتي، واعمل ردود افعال مش عجباني برجع بندم عليها، او زعلان فاغرق في زعلي او في حزني، او ندمان فافضل طول الوقت ندمان ومش بعمل حاجه. تمام. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا دخلت شفت المنظومه دي، انتوا مين؟ انا شعور الذنب، انا شعور الغضب، انا شعور الخوف، انا هنا جايه احميك، انا هنا جايه اخد حقك، انا هنا جايه اقول لك صلح الحته الفلانيه، انا هنا جايه اقول لك انت فرحان اعمل حاجات شبه الحاجات دي، انا هنا متحمس يلا اتحرك. فانت محتاجه تعرفي عليهم، تعرفيهم، تعرفت عليهم وعرفتهم، صاحبتهم، لانهم مش كلهم مريحين. في حاجات فيهم هبقى مش عايزه احس بيها. في ناس على فكره بتتضايق من مشاعر زي مشاعر الفرحه اصلا. احنا مثلا عندنا في المجتمع بتاعنا الجميل كده لما نفرح نقول يا ساتر يا رب اللهم اجعله خير. مع ان هو مشاعر جميل، هو خير. في ناس بتخاف من الحزن فتهرب بكل حاجه، ما بيدوش وقت للحزن، ما بيدوش وقت للحزن.
ناس تبقى غضبانه من جواها وتسكت الغضب ده. هو مش مطلوب منك انك تنكره، مطلوب منك تقف تفهم هو عايز يقول لك ايه. فدي اول حاجه، ان انت تفاليديت اللي بيحصل جواك، تتعرف عليهم، حتى بنسميها نامت تتامت. سمي الشعور عشان تعرف ايه اتعامل معاه ازاي، تتعامل معاه ازاي. دي حاجه. الحاجه التانية، في منظومه جوه قوي مبنيه من بدري جدا، منظومه كده فيها القيم والمعتقدات والافكار والحاجات اللي ايه اللي احنا كبرنا عليها من زمان. الحدوته اللي اتحكت عنا وحكيناها عن نفسنا وصدقناها، واللي متحكمه بشكل كبير جدا في ان ايه اللي بيزعلني وايه بيفرحني، ايه بيحمسني وايه مش بيحمسني، ومتحكمه في اختياراتي، في قراراتي، في علاقاتي. فالحدوته دي انا محتاجه ارجع واسمعها واعرفها واشوف ايه اللي فيها صح وايه اللي فيها مش صح، او ايه اللي عايز يتصحح مثلا وايه اللي عايز يتصحح. مش احنا كل ما بنعيش حياتنا بنتعلم حاجات وبنشوف ان احنا المفروض ان احنا ما كناش عملنا كده، طب هنصلحه بعدين. وايه اللي بيخلينا اصلا شايفين وعارفين ان دي مشاعري الحقيقيه بس انا عايزها على جنب. طب انا المفروض عارف انا هعمل ايه، بس بسكتهم شويه عشان انا مش عايزه اعمله دلوقتي. ايه اللي بيخلينا عارفين الصح بس ما بنعملوش، او مش عايزين نعمله، او حاسين انه مش وقته؟ ايه اللي بيخلينا نعمل كده؟ من وجهه نظري الشخصيه، الحدوته اللي اتحكت عنك، البيئه اللي اتربيتي فيها، مش وقته نحسن. زي كده فكره ان في فتره طويله جدا كان الذكور ممنوع ان هم يحزنوا، فلا مش وقته اقف وسط بطولك. الراجل ما بيعيطش. فما انا مش هينفع اعيط، مش هينفع احزن، علشان المجتمع هيقول لي انت بتعيط، انت مش راجل، وسط بطولك، شدي حيلك يلا وقومي ما تشمتيش حد فيكي. ليه؟ فانا طب معلش مش وقت حزن دلوقتي، احنا لازم نقوم نشد حيلنا. لا معلش، ادي الحزن وقته وبعد كده قومي وشدي حيلك عادي، ما حصلش حاجه. فاهماني؟ فخلينا نقول ان هي زي ما قلنا الحدوته والمنظومه والمجتمع اللي حوالينا. طيب ايه اللي شايفاه اكتر شعور في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي دي؟ احنا يمكن مرينا بظروف كتير قوي وحاجات ورا بعضها، يمكن من 2020 ويمكن من قبلها كمان. ايه اللي شايفاه الشعور اللي مهيمن علينا دلوقتي؟ معظم الناس حاسه بايه وبتهرب من ايه؟ طيب خليني اقول لك وجهه نظري انا الشخصيه. اكتر حاجه بشوفها في الجلسات وبتبقى سيئه جدا، وبيبقى في صعوبه كبيره جدا في ان انا اخرج الشخص ده او اخليه يعترف بالمشاعر بتاعته ويفصصها ويكتب عنها والكلام ده كله، هي الشيم، شعور الخزي. ولكن على كمان الدراسات ومؤخرا بدأوا يكتشفوا ان شعور الوحدة من المشاعر اللي بقت مزعجة جدا. 2023 منظمة الصحة العالمية قالت ان شعور الوحدة عملت لجنة كاملة علشان يناقشوا شعور الوحدة وان احنا نحارب يعني نتعامل مع شعور الوحدة ازاي. وقالوا ان هو في خطورة، يعني هي في خطورة ان شخص يدخن 15 سيجارة في اليوم. عشان كده شعور الوحده احنا بنحسه حتى واحنا في وسط الناس، زي ما كنت بقول من شويه في الحكايه بتاعتها. دي اشاره الخطر اللي حصلت، ان احنا ما بقاش مؤشر ان انت قاعد لوحدك، لا ده انت برغم ان طرق التواصل بقت عاليه جدا، برغم ان احنا بقى سهل جدا نتحرك ونروح ونيجي ونسافر ونقعد وسط اهلنا، الا ان انت فجاه بتحس ان انا ده من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا من العوامل الكبيره جدا جدا على الموضوع ده. وهم ان احنا متواصلين مع الناس واحنا في الحقيقه مش متواصلين مع الناس. فكره الوحده ودي يعني تفرق عن العزله. عزله يعني انا في حته بعيد وممكن ابقى اكون على فكره ايزوليتد بس انا مش حاسس بالوحده. لا، وممكن اكون وسط الناس بس حاسس بالوحده. لما بكون عارف اقعد مع نفسي، صح؟ لما بكون عارف اقعد مع نفسي. بس شعور الوحده الحاجه اللي فيها هي فكره ان انا مش عارف، في مشكله في التواصل، انا مش مسموع، انا مش مفهوم، انا ما فيش كواليتي في التواصل بيني وبين اللي قدامي، او انا في مكان غلط، مش هو ده مكاني، في بيئه غلط، مش هي دي، مش شبهي، بس انا حابب ان انا ابقى في البيئه دي، فانا حاسس بالوحده. اعتقد ان ده الهوم ورك اللي المفروض بني ادم يعمله، انه لما يحس بالمشاعر شبه دي يقعد ويمسك ورقه وقلم ويتشالنج الشعور ده. هو انا حاسس بالوحده ليه؟ هل الناس دي مش شبهي؟ هل الكواليتي اوف كوميونيكيشن اللي بيننا محتاج نشتغل عليه؟ يعني ليه طبيعي ان راجل يقول انا وسط اهلي مش حاسس بان انا يعني منتمي؟ ليه بني ادم يبقى حاسس بوحده وسط مجتمع احنا بنشوف بعض كتير؟
او ان هو مثلا او هي مثلا تهرب ورا السوشيال ميديا بشخصيه تانية، بشكل بالظبط. تاني، بمبادئ تانية، بشعور تاني، بالظبط. بشخصيه تانية خالص حقيقي. عن حقيقتها. هي عايزه تبقى تخبي شخصيتها دي في الحقيقه، ولا هي دي شخصيتها اللي ورا الشاشه عايزه توصلها ومش عارفه توصلها في الحقيقه، ولا ايه بالظبط؟ والله اعتقد ان دي حدوته كل بني ادم. انا بخبي نفسي ليه؟ انا بلبس ماسك ليه؟ انا بداري ايه؟ انا بداري على مشاعري، ولا انا بداري، ولا انا عايز اكوب مع اللي بيحصل حوالينا؟ وده على فكره من الحاجات برضو المشاعر الطاغيه جدا على الناس، الفير اوف ماسينج اوت، ان انا عايز ابقى كفايه، عايز ابقى شبه الناس اللي بشوفهم على السوشيال ميديا، وعايز كل حاجه، وعايز كل حاجه. فانا عايزه ابقى طول الوقت الصوره الحلوه اللي بستخدم فيها فلاتر، اللي بتصور في الاماكن الفلانيه. ودي مشكله على فكره. وخصوصا كمان زي ما كنت بحكي من شويه الحكايه في شغلي، يمكن اكتر حاجه الناس اللي بتجيلي عشان هيلث كوتشنج او عشان تغذيه بيبصين لموديل معين، انا عايزه ابقى دي. طيب ممكن الموديل دي ما تبقاش شكلك، مش شبهك، مش شخصيتك، مش مشاعرك اللي المفروض توديها، مش هيليق عليكي. لا معلش، دي طلعت كذا زي النحافه الزياده او الكيرفي زي ما بيتكلموا، او فهي بتسيب كل حاجه هي حلوه فيها، بس هي عايزه الموديل ده. وهو ده يمكن اللي بيوصله لنا في الميديا عامه، مش سوشيال بس، لا، في التلفزيون، في المسلسلات، في الافلام. هو ده الموديل اللي المفروض تمشي وراه. نقول لهم ايه علشان يهدوا الحته دي شويه؟ بصي، دي برضو من النقط اللي بنشوفها في الجلسات، واللي برضو فيها مشاعر كبيره جدا بالخزي في بعض الاحيان. برضو ان انا ابقى بسعى للكمال. انا ظنا مني اني عشان اكون متشافه او مهمه او حلوه او بكوب مع اللي بيحصل بره او بشوفه على السوشيال ميديا، انا لازم ابقى شبه دي او شبه ده. في حين زي ما انت قلتي مفيش حاجه تناسب الكل. بالظبط، مفيش حاجه تناسب الكل. في حد لما بيخس قوي، يمكن انت بقى، يعني انا مش هتخطى حدودي على مجالك، في حد لما بيخس قوي مبيبقاش حلو. بالظبط. في ناس بتحارب عشان تتخن. في ناس لما بتخس صحتها ما بتبقاش كويسه. فاهماني؟ فهي دي القصه، ان كل بني ادم ليه الحدوته بتاعته. بالظبط، حكايه جواه هو بتتكلم عنه، حكايه جواه هو. طيب تفتكري ان في ناس مدمنه مشاعر معينه؟ حزن، فرح، وحده، تضحيه، قلق، حب، ممكن تكون كده؟ طب هنبعد عن اي اضطرابات، تمام، وخلينا نتكلم أسوياء. الناس اسوياء او فاهمين نفسهم اسوياء، يعني في فرق. خليني اقول لك ان البني ادم لما بيتعود على نمط معين، وخاصه بقى كمان لو في benefit of ان انا ابقى حزين فترات طويله، benefit of ان انا الشخص الغضبان ما حدش يجي جنبي، تمام، يعني بيبقى قاصد ده. فخلاص فبلبس يعني ما بتعاملش مع الشعور ده بيحميني. ما هو انا لما ما حدش قرب منه، ده ما حدش ده ممكن ياكلك. زي مثلا شخصيه الضحيه اللي دايما عايشه دور الضحيه عشان الناس كلها طبطب عليها. الكونسيكونسز بقى دي كونسيكونسز. يعني انا مثلا لو انا في بنفيت اوف ان انا حزينه، طول الوقت الناس بتطبطب عليا، الناس بتشيل من عليا مسؤوليات معينه، ما بتسالنيش على ادواري بشكل كامل عشان انا حزينه، ما هفضل انا حزين، ما في استفاده من الموضوع. بقيت حزينه مره والتانيه التالته، خلاص بقى ده الباترن اللي انا بتبعه في حياتي. طبيعي جدا ان انا هعيش في دور الضحيه وهنبسط فيه. ايه هتقف امتى؟ لما الناس ما تديهاش، ولا لما تحس ان عندها مشكله؟ بصي برضه هقولك من وجهه نظري الشخصيه، هتقف امتى؟ هتقف يا اما باختيارك، لما تقرري ان لا، انا مش ضحيه، وانا هخرج بره النمط ده. وهي تحس بده ليه؟ هي مبسوطه من الاحساس ده. امتى بقى يحصل لها الصدمه وانا فعلا عندي مشكله؟ لما يكون الاحساس ده او الحاجه اللي انا عايشه فيها دي ما بقتش تشبع احتياجاتي. وما بقتش تشبع احتياجاتي دي ممكن تبقى حاجتين. ممكن تبقى انا اصلا خلاص ما الناس بتيجي تطبطب عليا وانا برضو مش حاسه ان انا راضيه او مبسوطه. او ان الناس اصلا تزهق. ما انت فاكره لما كنا بنتناقش التعاطف ليه تاريخ انتهاء. انا هفضل اطبطب عليه مره 2 3 الرابعه خلاص هزهق. وانا شايفه ان ده من رحمه ربنا، لان انا لو الناس كلها بتتعاطف معايا، ايه اللي هيخليني اقوم اتحرك؟ لو كل الناس هتيجي تديني جنيه في ايدي، ايه اللي هيخليني اقوم اشتغل؟ بالظبط. فاهمه؟ لو كل الناس هتيجي تزقني بالكرسي، ايه اللي هيخليني اروح اتعالج؟ فبالتالي فقدت خلاص، انا مصدر الاشباع خلاص فقدته، ما بقاش يديني نفس البنفيت.
بس في ناس بقى للاسف ان هي بتكون اتعودت على ده وما تعرفش حاجه غير ده، بتبدا تعلي يعني تطور. سنس ان احنا قلنا خلينا في فئه الاسويه، بلاش يعني فئه الاضطرابات. في ناس بتاذي نفسها، في ناس بتعلي ناس نفسها تكمل ان هي تبقى عشان تفضل في الحاله دي، هي عندها بالزبط. ولاء للحاله دي. فولائها للحاله دي ممكن تخليها تخش في علاقات مؤذيه، تخليها موضوع صحيا. انت يمكن برضه عشان برضه ما تخطاش حدودي، موضوع صحيا في ناس بتاذي نفسها صحيا. صح. طيب في سؤال كده يعني طلع عليا، يعني جه في دماغي كده مره واحده. قولي لي كده، لو انا اخدت كل الشهادات اللي معاكي واخدت كل الكتب اللي انت قريتيها وخليتك صفحه بيضاء في اقل من نص دقيقه، تقولي ايه؟ بصي يا جيرمين، يعني سبحان الله، هو من قبل الشهادات ومن بعد الشهادات، وانا دايما شايفه ان البني ادم يرجع لفطرته، يرجع للمرجع بتاعه، هيلاقي ان هو عارف يفهم نفسه. يمكن برضو من الحاجات اللي كنت بتكلم فيها، الرسل كلهم اختبروا كل المشاعر، حزن وغضب، غيرة في اخوة يوسف. يعني فاللي هو انت لو رجعت لفطرتك، لو رجعت المرجع البسيط، تمام، هتلاقي ان انت جواك معجزة كبيرة جدا، وهتفهمها بمنتهى البساطة بمجرد ما تقول انا عايزة افهم. فطرة بالظبط. فدي يعني ارجع واقول مش محتاجين شهادات، محتاجين نرجع لفطرتنا، محتاجين نحب نفسنا ونصدق في نفسنا ونفهم زي دورنا ما هي هنا. بالظبط، نفهم دورنا هنا. اصل احنا معجزة، احنا اتخلقنا هنا لينا دور، فمتقف كده وتقول هو انا هنا بعمل ايه؟ بس كده. انت عارفه ان الوقت معانا بيمر بسرعه قوي، وانا كنت مبسوطه قوي معاكي قوي النهارده كوتش أميمة، وان شاء الله تكون لينا لقاءات كتير قوي. في نهايه حلقتنا، وزي ما شفنا وزي ما كوتش أميمة قالت لنا كده بالظبط، ان احنا بيبقى جوانا مشاعر، يا احنا اللي نسوقها يا هي اللي تسوقنا. علشان احنا اللي نسوقها لازم نكون فهمناها، ولازم نكون عارفين ايه اللي جوانا ونطلعه ازاي ونعترف بيه ازاي. طول ما احنا مش معترفين بيه عمرنا ما هنغير حاجه. وخد بالك، كل واحد فينا ليه حكايه، وحكايته غير حكايه اللي جنبه وغير حكايه اللي جنبه في كل حاجه في حياته. فعشان افهم اللي جوايا لازم الاول احس بيه، واحس ان في حاجه لازم اغيرها. عشان التغيير ده يجي من جوايا لازم اكون حاسس بيه. في ناس كتير قوي بتحس ان هي عايزه تغير حاجه، تبتدي تغير في شكلها بس تغيرش من جوه. لكن اول ما تشوف ان هي في مشاعر وتقول وتقدر بجرأة تسأل نفسها المشاعر دي أنا حاسس بيها ليه دلوقتي وإمتى، والمفروض إن أنا أتعامل معها إزاي، ساعتها هيتعامل صح. فأنت السبب وأنت الحل، ودايما الحل من جواك. استنونا في الحلقة الجاية إن شاء الله من حكاية جواك مع جيرمين حافظ.